مساء الخير، ازيكم؟ انا كنت حابه اتكلم معاكم شويه في موضوع، او كنت حابه اقول لكم يعني الحاجه اللي حصلت معايا الفتره اللي فاتت. انا من سنه 2023 ل 24 اللي هي السنه دي لسه مخلصتش. المهم ان انا كنت مصاحبه شله صحاب كده وكنا بنخرج ونروح ونيجي مع بعض. بس في نفس الوقت انا كنت حاطه مثلا اهداف وخطوات كنت عايزه امشي عليها عشان اوصل لحاجه معينه في حياتي. بس اكتشفت اللي في خلال السنه دي او الفتره دي ان انا ما عملتش اي حاجه، ما وصلتش لاي حاجه حرفيا يعني. فلما قعدت افكر مع نفسي، طب انا ليه ما وصلتش؟ طب انا ليه مش بحقق حاجه؟ آه، رغم طب ما هو طبيعي انا مش بحقق حاجة عشان انا مش بسعى للحاجة دي، او مش ماشية على الخطوات اللي انا حطاها. طب ايه السبب اللي مش بيخليني امشي على الخطوات دي وانا عندي وقت يعني؟ بس الحقيقة نكذب او اكون كدابة، او اي حد يعني يقول لو انا ما عنديش وقت وان انا يوم مشغول. لا، اي حد عايز يعمل حاجة يخترع لها وقت. ده طبيعتنا يعني، عشان نكون كده صادقين مع بعض. بس اكتشفت ليه انا مش بمشي الخطوات دي، عشان مثلا كنت مع اصحابي او زمايلي. كنا مثلا بنخلص شغلنا، بننزل نقعد مع بعض شوية بال3 4 ساعات، ننزل نتمشى. المهم ان احنا كنا بنضيع ووقت كبير جدا من 3 4 ساعات. وتخيلوا يعني الفترة دي يعني كام؟ يعني سنة انا قعدت مع نفسي كده، فين اللي انا عملته؟ فين الخطوات؟ انا ما وصلتش لاي حاجة. يعني سنة كاملة الواحد ضيعها. هو مش سنة الحقيقة، احنا ضيعنا قبل كده سنين قبل كده يعني. بس كل الفكرة في اللي فات ودلوقتي ان زمان احنا ما كناش بالوعي ده، ما كناش بنفكر بالطريقة دي. فعشان كده، عشان المهم خلينا في موضوعنا يعني مش عايزة اتوه كده. المهم ان حصل مشكلة بيني وبين صحابي، فبعدنا عن بعض، ومبقيناش نتكلم، ومبقيناش اصلا اوريدي نعرف اي حاجة عن بعض ولا في حياة بعض. فاكتشفت وقتها ان انا بقيت بركز على الحاجات اللي انا عايزة اعملها، وبركز على الخطوات. فكان فين المشكلة بقى؟ طب انا ليه ما عملتش كده قبل كده؟ ليه ضيعت فترة كبيرة قوي ما عملتش او ما وصلتش فيها الحاجة؟ وان انا ثابتة مكاني وما اتغيرش. ودي الحاجة الوحشة اللي ممكن تحصل معانا كلنا، ان احنا نفضل ثابتين مكاننا وما بنتغيرش. احنا ليه ثابتين مكاننا وليه ما بنتغيرش؟ بسبب الناس اللي حوالينا. بجد 90% من الناس اللي حوالينا بيأثروا علينا. هم عشان مش هم وحشين لا سمح الله ولا حاجة، او فيهم حاجة غلط، بالعكس هم ممكن يكونوا حلوين جدا، محترمين جدا، كويسين جدا. بس للأسف وده اللي هيحصل، ان هم هيبطئوك ان انت توصل لحاجة. وده اللي حصل معايا. فانت مثلا ممكن تتكسف تقول لحد لا انا مش رايح المكان الفلاني، لا انا مش هعمل كده. فلذلك الطبيعي واللي لازم يتغير، والحاجة اللي احنا لازم نعرف نفسنا بيها احنا اتغيرنا ازاي، لما تغير الناس اللي حواليك. لما تغير الناس اللي حواليك هتبتدي تشتغل على نفسك، تمشي على الخطوات اللي انت عاملها. هتبتدي تعمل الحاجات اللي انت واعد بيها نفسك، وان انت ما بتعملش بيها اي حاجة. ودي حاجة مش وحشة ان انت تغير الناس اللي حواليك، بل بالعكس انت بعد كده هتبتدي تجذب الناس اللي شبهك والناس اللي زيك من غير ما تاخد بالك اصلا يعني، ومن غير انت ما تسعى لحاجة زي كده. حاجة مش وحشة، بس اهم حاجة، الحاجة اللي مش كويسة ان احنا نفضل مكاننا في نفس المكان، ثابتين ومنتغيرش يعني انا اعتقد لما بقعد افكر مع نفسي ان اسوأ حاجة ممكن تحصل للانسان ان هو يفضل مكانه وما بيتغيرش بجد. يفضل زي ما هو، تفكيره ووعيه موصلش لأي حاجة. بيحط خطوات بس أصلا اوريدي ما بيمشيش معاها. ليه بقول لكم الكلام ده او طالعة اتكلم معاكم في الموضوع ده؟ عشان احنا ضيعنا سنين كتير قوي من حياتنا، ضيعنا وقت كتير قوي. فحرام يعني، حرام ان احنا نضيع الباقي مع ناس مش شبهنا، مع ناس موجودة غلط. حتى لو انت هتفضل لوحدك، فان انت تفضل لوحدك دي حاجة كويسة، حاجة مش وحشة. بس اهم حاجة ان انت توصل للحاجة اللي انت عايزها، ان انت تطور من نفسك. وفي نفس الوقت لو الناس اللي انت بتبعد عنهم احتاجوك في حاجة، لا اتكلمهم عادي.
اقف جنبهم عادي وساعدهم في كل حاجة هم عايزينها، ولكن ما ينفعش ان انت تفضل تخليهم حواليك. يعني كل مستوى في حياتنا بيبقى ليه ناسه، او كل مرحلة في حياتنا لازم يبقى ليها ناسها. يعني لو انت مثلا بتتعلم لغة جديدة، موضوع اللغة ده بتكلم فيه كتير عشان انا بتعلم لغة جديدة الفترة دي. لو انت بتتعلم لغة جديدة فانت محتاج ناس في حياتك بتكون بتتعلم لغة جديدة عشان تمارس معاهم اللغة، عشان يشجعوك. فبالتالي انت بتلاقي نفسك بتقرب او بتدور على الناس اللي بتعمل نفس الحاجة اللي انت بتعملها، او ما تختاروش حد، وما تسعوش ان انتوا تختاروا حد، او ما تتعبوش نفسكم في ان انتوا تدوروا على حد. انتوا بس امشوا على الخطوات بتاعتكم، وعلى الحاجات اللي انتوا عايزين تغيروها. وهتلاقوا انتوا بدون ما تاخدوا بالكم الناس دي بتدخل في حياتكم عشان هما شبهكم، وعشان هما ماشيين على نفس اللاين بتاعكم وعايزين يتغيروا. فالحاجة المهمة والنقطة الأهم اللي عايز تعرف نفسك بيها أنا ليه ما بتغيرش، لو لقيت نفس الناس في حياتك من سنين نفس الناس ما بيتغيروش، اعرف كده ان انت ما اتغيرتش، وان انت واقف مكانك، وان انت ثابت. تغيير الناس اللي موجودة حوالينا ده بيدل على تغييرك، وبيدل على ان انت بتتطور في حياتك. دي بس الحاجة او ملخص الحاجة اللي انا كنت عايزة اقولها، واللي انا وصلت لها لما قعدت افكر مع نفسي، فحبيت ان انا اشاركها معاكم، ويا رب اكون افدت اي حد باي حاجة يعني. بس وشكرا ليكم لو انتوا وصلتوا لغاية هنا. شكرا وشكرا.